السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة كده طالعة ترند اليومين دول على اليوتيوب. تعالوا كده نسمع ونشوف هي ايه حكاية الشيخ ده اللي قال بس الدنيا على السوشيال ميديا. تعالوا احكي لكم التفاصيل. ده شيخ اسمه صلاح الدين التيجاني، شيخ طريقة وليه أتباع وموردين وفنانين بيتعاملوا معاه وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وكمان ليه كرامات، وفي ناس بيربوا ولادهم دينيا عنده، وبيقعد يدي دروس للستات وكده يعني. في بنت من هي وصغيرة متربية على ايده اسمها خديجة خالد طلعت، وفضحته وقالت بقاله سنين بيبعت لها صور إباحية ورسائل وخلافه. أم البنت طلعت وكدبت الكلام ده وقالت إن مستحيل الشيخ اللي ليه كرامات يعمل كده مع بنتنا. ولو دخلنا على صفحة الشيخ التيجاني هنلقى ناس كتير كاتبين انت النور، انت تاج راسنا، مدد مدد يا شيخ، بنحبك يا ابوي. انا جمعت لكم فيديوهات كده بيتكلم فيها الشيخ وبيوثق كل كلامه عن الدين. تعالوا كده نسمع ونشوف حكاية الشيخ ده ايه بالظبط. سام هو نور الله الذاتي، نور الله ليه؟ فلما يبعته لنا يبقى بيتدلى لينا، انما هو فين؟ بعتته ليه، ده هي الرسالة، ده الرسول. انما هو نور الله الذاتي، هو ده النور بقى اللي ملوش سلوك. ولا احنا بقى لنا سلوك، بنرقى بقى او ننزل. واحد يسلك علوا والتاني يسلك ايه؟ سفلا، احنا يعني. انما النبي عليه الصلاه والسلام يتدلى لينا عشان ياخد بايدينا الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. عشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، عشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، لان صفات الله غير مخلوق. يعني اي صفه من صفات ربنا مش مخلوق، صح ولا لا؟ وربنا قال له انك رؤوف رحيم ولا لا؟ صح ولا لا؟ وربنا رؤوف رحيم، وقال له وسماه محمد. مين اللي سماه محمد؟ ربنا. لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، ويعتبر نظره للشيخ اكتر من الاكل والشرب. يعني لو كان جعان وعطشان وراح بص للشيخ بتاعه والجوع والعطش ده ما راحش، يعرف انه مش مريد صادق. لازم النظر للشيخ يغنيه عن الاكل والشرب. اذا اراد ان يطلب شيئا من الشيخ يطلبه بقلبه، يعني ما يجيش انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز، لا، استحضر الشيخ ويطلب الحاجه دي. استحضر الشيخ. اله مع الله يا اخي، اله مع الله. شيخ رباني روحاني نورانيه جواه. استحضر الشيخ كده، قول له ايه؟ ارزقني يا ايها الشيخ، اشفيني يا ايها الشيخ. ده سيدنا ابو الحسن الشاذلي يقول للمريدين بتوعه، يقول لهم ايه؟ يقول لهم اذا نابكم شيء فاهتفوا باسمي فانا اسم الله العظيم. شفت بقى؟ هو اسم الله الاعظم. الشاذلي قال كده، هو ده بيتخلق بخلقه بقى، بياخد اخلاق الاله واخلاق الاولياء والانبياء كل حاجه يا باشا في الجاني صلاح التيجاني. هكذا المريد. واحنا سيدي احمد التيجاني طبعا اعلى بكتير. مثلا اي واحد له شيخ يبقى الشيخ ده هو اسم الله. ليه؟ يعني ايه؟ اي واحد له شيخ فيبقى اسم الشيخ ده هو اسم الله الاعظم. اي حاجه حصلت له على طول يهتف باسم الشيخ بتاعه. يعني اي حاجه حصلت لك ما تقولش يا رب، قول يا تيجاني على طول، ومش ما تقول في سرك كده. احنا هنعرف كل حاجه. الحاجه اللي هو كانت يعني حصل له منها كرب اتوجدت في الحال. فهكذا مثلا كل حاجه بقى في الطريق، حتى الحاجات البسيطه الصغيره. افرض انت ماشي مثلا في حته ما فيهاش راكن العربيات، مدد يا سيدي فلان تلاقي العربيه مدد يا سيدي فلان تلاقي ركن العربيه. يعني ما فيش داعي بقى انك تقول يا رب خالص. حاجه ضاعت منك، مدد يا سيدي فلان. حاجه ضاعت منك، مدد يا سيدي فلان. اذا سالت فاسال الله ويقول لك لا، اذا سالت فاسال الشيخ. يبلغ حب المريد للشيخ ان لو اهل العالم كله اعترضوا على هذا الشيخ لا يؤثر في قلبه ابدا. مهما قالوا عنه لا يؤثر في قلبه ابدا. ما يأثرش. ان شاء الله الدنيا كلها تتقلب عليه، هذا لا يؤثر ايه فيه. عدم الاشراك في حب الشيخ. يعني ايه عدم الاشراك في حب الشيخ؟ يعني الواحد يحب الشيخ بتاعه ولا يشرك في حبه احد من الخلق. يبقى ليه مكانه ملهاش دعوه بقى بالايه؟ بالخلق كلهم. لان المشايخ لهم تخلق بالله سبحانه وتعالى،
في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر إيه؟ برضو المشايخ كده لهم تخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى إن هم لا يغفروا أن يشرك في حبهم إيه؟ لما تيجي خارج من عند الشيخ ما تدلوش ظهرك أبدا، ولا تصلي وتديله ظهرك. حتى في الصلاة ما تصليش وتديله ظهرك، لا، لازم تبقى وشك للشيخ، وانت خارج من عنده تخرج بايه؟ بظهرك كده. يبقى طبعا كلنا سمعنا الشيخ الطريقة، والله طريقة ايه انا مش عارفة، ده كلام لا يمت للدين بشيء. سبحان الله، يعني انا مش عارفة ايه اللي بيحصل في الدنيا ده.